طيب مطعم نص الدستة بيقول انه عامل بوكسات جديده ومسميها المزاج بقى وشغل اختراعات وكده، فانا الصراحه عايز اجربها معاكم، فهبعت حد يطلب الاوردر ولما الدنيا تجهز هنجربهم سوا ونشوف هيبقى في التمام ولا الانتينات. وها قد وصلت الاوردرات بسلام، والمفروض بقى بوكسات المزاج دي تكون 9 بوكسات باسعار من 133 و144 و177، والبوكس ده بقى رقم 7. ويعني اول حاجه جايه معانا العلبه دي، وجايه معاهم بقى كيسه مناديل، واخر حاجه بقى معانا وهي المشروب. وخلينا بقى نبدا اول حاجه بقى بالشاورما اللحمه. احيه تتبيله الشاورما اللحمه بتاعتهم الصراحه حلوه قوي، طعم الصوص التكساس اللي جوه عاجبني قوي 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 مع ميكس الشاورما مع الحاجات دي كلها. فنخش بقى على تاني حاجه بقى معانا في البوكس، وهو الحواوشي اللحمه. بتاع موزون قوي ما بين كميه اللحمه وكميه الدهن بتاع ده. هنحس ان هو محتاج مثلا صوص شيدر يبقى جنبه، تقعد تعمل له درينج كده هيبقى مجرم. حلوه، بس يعني لو طلبناها ربع نعناع تبقى اجمل. ونخش بقى على سندوتش البطاطس التكساس. بص حجمه بص عامل ازاي، يا نهار ابيض. طعمه جامد، بس اللي فات طبعا اجمد بكتير. واخر حاجه بقى معانا وهي كبسوله، وده المفروض عجوه لكن معموله بالمكسرات. شايفين كميه المكسرات اللي فيها تعتبر كويسه. بتاع دي ما فيهاش غلطه، والبوكس حرفيا ما فيهوش غلطه. انا دلوقتي صاحب فرع مكرم عبيد اللي هو عند سراج مول، ده فرع لسه جديد فاتح، بس القعده فيه جامده قوي يعني. وفي النهايه بقى حليت باختراعين جداد من براند النص داستا الجديد اللي اسمه داستا كافيه، وده بقى فيه كل حاجات الكافيهات، بس انا اخترت الهجمه. ودي يا جدعان شبه التسكيته، بس الحلو منها بقى ايس كريم على بابلز على شوكليت شيبس وليله كبيره قوي. وتاني حاجه بقى جربتها وهي البريوش، ودي بكل بساطه سندوتش ايس كريم، بس كان جامد قوي.